السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ وحشتوني. يلا نعمل النهارده صينيه المكرونه بشاميل. سهله قوي وبسيطه وحلوه جدا وهتعجبكم. بس الاول اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس وحط لايك. حط لايك اهم حاجه. يلا بينا. عندي نص كيلو لحمه بلدي، بس عشان انا كنت شايلاها في الفريزر لما بشتري اللحمه. لو جبت يعني كيلو او حاجه ببقى ساعات يعني ايه اقسمها كده، لو اعمل ربع هعمل نص. المهم ان انا بشيلها في طبق واشيلها في الفريزر عندي، وبعد كده بقى اشوف هستخدمها في ايه. الاول هننزل بيها في طاسه سخنه جدا من غير اي ماده دهنيه. تقلبها كويس كده، هي بقى شوفي لوحدها بتنزل ماده دهنيه، لان اللحمه دي علشان بنبقى واثقين من المكان اللي احنا اشتريناها منه من الجزار. بتبقى عليها، بتبقى فيها دهن بقى. يعني انت بتطلبي ان هو لو هيعملك كيلو لحمه بيحط لك عليها ايه. انا بقول كده زي ربع دهن كده. بعد كده هنزل عليها بمكعب الزبده. هو المفروض ان ده مكعب واحد، بس انا عاملاه شرايح رفيعه قوي. يعني معلقه سمنه. بعدين هننزل بقى بثلاث بصلات كبار مفرومين، مش ناعم قوي ولا خشن، متوسط كده. 3 بصلات 4 بصلات زي ما تحبي. يعني البصل لما تفرميه يبقى كده، ما يكونش خشن قوي ولا ناعم قوي. بيزود في الكميه وبيدي طعم وبيسكر لك اللحمه، وانت بتعصجيها كده بتبقى طعمها جميل قوي. عندي 3 فصوص توم برضو مهروسين، حطيتهم كده عليها بقى اقلبهم. التوم بيدي ريحه وطعم حلو قوي للحمه. عندنا بقى معلقه كبيره قوي من هريسه الفلفل الحلو. الفلفل يعني ممكن تفرمي انت قرن فلفل رومي احمر، قرن فلفل عادي احمر. المهم ان تحطي عليها معلقه من الفلفل الاحمر المهروس كده، بيدي طعم حلو قوي ولون جميل، حلو جدا جدا جدا. بعدين عندي التوابل، معلقه من البابريكا، معلقه من الكمون والفلفل الاسود، و7 بهارات وجوزة الطيب. اهم حاجه تحطي رشه حلوه قوي للحمه من جوزة الطيب، تبشري شويه كده صغننين. وعندنا معلقه صلصه كبيره. وكمان عندي غير ال7 بهارات، التوابل اللي هي الحبهان والورق اللورا والكبابة الصيني، دول بيدوا ريحة حلوة جدا. وبعد كده اخر حاجة هحطها الملح واقلبها كويس. وهحط كمان لها بقى للحمة نص كوباية مية صغننة كده، يعني اقل من النص. وهسيبها تستوي زي كده 5 دقايق، واروح بقى اسلق المكرونة واعمل البشاميل. المكرونة استخدمي اي شكل، يعني اي نوع مكرونة، اي شكل تحبيه. نحط بس في المية شوية ملح وشوية خل صغننين كده. واي نوع مكرونة عندك، مش شرط ان انت تكون لازم مكرونة قلم او معرفش ايه، لا المكرونة اي نوع. البشاميل انا بحب اعمله على البارد، لان اللي باخد اللبن باخد منه شوية باردين، لان انا ده كان كيلو ونص لبن. اخدت للكيلو، من الكيلو ونص لبن اخدت ربع، سبت ربع على البوتاجاز، واخدت ربع على البارد كده. ضفت عليه كيس من خلطة البشاميل اللي هي كنور دي، ولو في ماجي حلوة جدا. وحطيت معلقتين دقيق او معلقة دقيق كبيرة يعني، علشان اكمل ان الكيس البشاميل اللي بيعمل كيلو دقيق واحد. بعد كده انا حطيت هنا في اللبن وهو سخن مكعب مرقة من اللي هو لحمة، مكعب مرقة لحمة. وبهرت اللبن كده بشويه فلفل اسود و7 بهارات وكده. بعد كده نزلت بالخلطه اللي انا عملتها. انا صوتي بيروح باللبن اللي انا عملته. انت المهم حاجه ان انت ممكن تعمليه في الخلاط بس عشان الدقيق ما يعملش معاكي يكلكعش معاكي في الخلاط، انت قلبيه بره زي ما انا عملت كده على البارد، وانزلي بيه على اللبن الدافي السخن. بعد كده نزلت بمكعب زبده كبير، لو سمنه بلدي ماشي، يعني عادي هو نفس البشاميل. وبعد برضو كده حطيت بقى شويه من رشه صغننه قوي قوي قوي، قرفه صغننه خالص، وفلفل اسود، وكل البهارات اللي احنا بنحطها التوابل معايا. تقلبهم حلو قوي، والملح طبعا. بصي القوام حلو جدا. هننزل بقى بعد كده بشويه من كريمه الطبخ، الكريمه اللباني، حلوه قوي، بتدي طعم حلو جدا. طبعا الازازه كانت في الفريزر، فكانت مضايقاني قوي، عماله احاول ان انا انزل شويه مش عارفه. المهم ان انا نزلت زي كوبايه شاي صغننه كده، خدتهم من الازازه. بتدي تقل وطعم حلو قوي للبشاميل. جيبي بقى النص كيلو لحمه. انا قلت لك عملت يعني استخدمت، يعني انا نص كيلو لحمه عملت بيه كيلو مكرونه. كيلو المكرونه اخد كيلو ونص لبن. كيلو المكرونه اخد كيلو ونص لبن ونص كيلو لحمه. في بقى طريقه انا بحب تقديم، يعني اعمل المكرونه بحاجتين. هو ممكن هتعمليها زي ما انا بعملها كده، طبقه بشاميل وبعد كده طبقه مكرونه، وكمان ترشي شويه بشاميل بقى، تحطي طبقه اللحمه بنفس الشكل ده. وفي بقى اللي هي بتبقى اسهل وكمان بتديكي كميه يعني اكتر،
ان انت تقلبي كل يعني تحطي اللحمه على المكرونه وشويه بشاميل وتقلبيهم كله مع بعضه كده، وبعد كده تفرديها في الصواني اللي انت حباها، بتبقى مش سميكه قوي وبتديلك حجم كبير وتكفي كتير يعني. فانا عملت واحده كده، دي اللي انا ظهرتها هنا يعني اللي انا قدمتها. وعملت واحده تانية كانت اكبر من دي طبعا، كانت صينيه كبيره. اللحمه اللي اتبقت انا قلبتها في بقيه المكرونه والبشاميل وظبطت الدنيا وفردتها، وبعد كده نزلت عليها بالبشاميل. يعني حاجه جميله قوي. حطيت عليها شويه من الجبن. اما هنا انا عشان كنت عاوزه اقدمها معاكم بالشكل المعتدل اللي الناس اتعودت عليه، اللي هو المكرونه طبقه وطبقه، فما صورتش التانية. بس نص كيلو وكيلو مكرونه بيظبط لك الدنيا ما شاء الله عليها. يعني شويه الجبن اللي هتحطيهم دول جوه المكرونه او على الوش بره بيديلك مطه حلوه قوي وطعم جميل، طعم جميل جدا. جربيها هتعجبك. بصي البشاميل تقيل وحلو ازاي وريحته جميله قوي. مش لازم انك تحمري الدقيق والكلام ده، معرفش ما بحبش كده يعني. الفرن بقى درجة حرارة 180. طبعا كل حاجة مستوية، كل حاجة مستوية هتدخليها وتخرج على طول. وتقعد في الفرن تلت ساعة، 20 دقيقة، ما فيش اكتر من كده. شكل جميل ازاي ولا محروقة ولا اي حاجة. طبعا استعجلت وقطعتها على طول. لو كنت سبتها شوية كان زمانها بقى يعني ظهر الجمال بتاعها اللي هي ايه، الحته ماسكه نفسها كده. لكن انا دايما بستعجل في الحاجات دي لان انا دايما ببقى متاخره وانا قايمه اعمل الاكل، فببقى في ورايا كده وانا شغاله في ناس بتعيط، فبستعجل بقى. لو كنت سبتها كمان مثلا بصي ربع ساعه كان هيبقى الشكل جنان. بس هي كانت جميله، مش مهم الشكل، المهم الطعم. الطعم خيال، حلوه قوي. جربوها زي ما بقولك هتعجبك. وما تنسيش تحطي اللايك، اهم حاجه يعني، اهم حاجه اوعي تنسي تحطي لي لايك. ايه رايك؟ تعالي قربي كده بصي البشاميل حلو ازاي، جوسي كده وحلو جدا. يا سلام يا سلام. قطعي. قدميها بقى زي ما تحبي، دي هتشيلها تحطيها على السفره. عامله عزومه بقى وهتعملي المكرونه وتحطي السرفيس كده على السفره والطواجن على السفره وتقطعي كده، هتبقى بقى وقتها شده حيلها كده. اما احنا هنا عشان مستعجلين يعني، يلا الحمد لله. بس حلوه خالص. شويه بقى بقدونس دول بيزينوا وبيدوا طعم حلو وجامد ما شاء الله عليها يعني. واي نوع مكرونه زي ما بقولك، اي نوع، مش شرط اللي هي اللي بقولك اللي بنسميها قلم او كده. النوع ده انا بحبه قوي مع المكرونه بشاميل. وهتوحشوني قوي 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 جدا 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 جدا. وبوريكم دي كانت حته من الصينيه اللي انا عملتها التانية، اللي هي لوحدها مش طبقات، كانت حلوه قوي. وبألف هنا وشفا على كل من يجربها. وبحبكم قوي وهتوحشوني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.